السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف نتوما الحبايب؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة سهلة ماهلة، غير ما بغيتيش تبرعي وليداتك في هذا شهر رمضان الفضيل. كيف ما كنعرفوا باللي رمضان السيدات مساكن كيتعبوا وكيكونوا صايمين والعيا ديال الصيام ورمضان، راكم عارفين. داكشي علاش جبت لكم اليوم واحد الفطائر ديال المقلاة سائله الصراحه دغيا كيوجدوا بسرعه وساهلين وما فيهمش لا عذاب ولا حتى شي حاجه، باش السيده ما توقفش بزاف في الكوزينه وتفرغ شويه للصلاه والعباده. وصفه سهله ماهله تنوعي بها المائده الرمضانيه ديالك، وكنقدمها لكم بالصحه والراحه. وندوزو مباشره الطريقه والمقادير. نبداو على بركه الله. المقادير القياسات غادي ناخذوهم كاس العلبه اولا اي كاس غتعتمديه نفسه غادي تعبر به المقادير كامله. عندنا كاس ديال الماء دافئ باش تدفع لنا الخميره وكيبقى على حسب الجو. كذلك عندنا كاس ديال الحليب حتى هو بطبيعه الحال دافئ. كذلك عندنا ملعقه ديال السكر حبيبات اولا سنيده، ملعقه ما تكونش عامره يعني متوسطه. ملعقه ممتلئه صغيره من الملح كيبقى على حسب الذوق يعني على حسب الرغبه. كذلك عندنا ملعقه يعني كبيره من خميره الفوريه او خميره حبيبات على حسب المتوفر عندك، وكيبقى على حسب الجو. يعني دابا فصل يعني البرد كنزيدوا شويه الخميره، ولا كان فصل الصيف راه بطبيعه الحال غتنقصي يعني على حسب الجو. كنحاولوا نخدموا هاد المقادير مزيان حتى نذوبوا داك الخميره مع داك المقادير. عاد داك الساعات يمكننا نضيفوا الزيت والبيض، لحقاش البيض والزيت كنعرفوا ما كيخليوش الخميره تفاعل بسرعه. كنضيفوا 2 الملاعق ديال زيت زيتون اولا زيت المائده على حسب الرغبه. كنضيفوا كذلك بيضه واحده. كنخدموا هاد المقادير السائله مزيان مع بعضياتها حتى تنسجم لينا، وعاد من بعد غنضيفوا الدقيق. عندنا هنا كذلك ملعقه صغيره من خميره ديال الحلويات. من بعد كنضيفوا كاس ديال الدقيق الفورس مغربل طبيعه الحال، منخول باش ينسجم معنا بسرعه وما يبقاوش عندنا تكتلات. غنضيفوا الدقيق بالتدريج وحنا كنحركوا حتى باش من يبان لنا القوام المناسب. غنقول لكم شحال خدا معايا. عندنا كاس ديال الدقيق غنخدموا شي شويه، من بعد غنضيف الكاس الثاني مازال خاصها، غنضيفوا الكاس الثاني كذلك مغربل ونستمر في التحريك ونرجع معكم. هنا كنضيف واحد نصف كاس ديال الدقيق، وكيبقى الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيضه اللي استعملته. المهم انا كان خصني نزيد نصف كاس، وانتم يعني انا غنوريكم القوام اللي خصكم تحصلوا عليه عندكم ميزانكم. المهم خدات معايا 2 كؤوس ونصف. القوام كيف ما كتشوفوا اللي خصني نحصل عليه هو هذا. غنوريكم بالملعقه باش يبان لكم مزيان. كيكون بحال الشكل ديال الخليط ديال البغرير اولا الكيك، خف من الكيك شي شويه. هذا هو القوام المطلوب. دابا ان شاء الله غنغطيه بالبلاستيك الغذائي وغنخليه يخمر حتى على حسب الجو. يعني ما نقدرش نعطيكم المده بالضبط حتى غيبقى يبان لكم يعني الخليط ضاعف الحجم ديالو ولاو فيه كيظهروا فقاعات. ورجع معكم. اذا هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تفاعل الخليط واختمر كيف ما كتشوفوا الفقاعات ظاهره عليه، غادي نضيف عليه يعني المقادير اولا الحشوه اللي غندير معاه في الوسط. وهو راه ما كياخذش منا بزاف ديال الوقت باش كيختمر، وهذه هي الفتره اللي كنتسناو فقط. اما من بعد ملي غنضيفوا الحشوه راه ما غنتسناوش مازال، مباشره غندوزو باش نطيبوهم في المقلاة. نبداو ان شاء الله في اضافه الحشوه. عندنا هنايا شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق. كنضيفوا هنا من بعد كذلك قليل علبه من الطون اللي محيد ليها الزيت ديالها. كيف ما كيمكن لكم تستبدلوا الطون بقطع ديال المرتديلا او الكاشير او قطع ديال الدجاج على حسب الرغبه. يعني اللحوم كتضيفوا اللي يعجبكم، كيف ما يمكن لكم تستغناو عن اللحوم. كذلك عندي هنايا القليل من البصل مشحر. المقادير كلها انا عندي يعني باقا خضره من غير هذا البصل هو اللي مشحر.
كتشحروا معاه جوج فصوص ديال الثوم المقطع كذلك، اولا يمكن لكم تعوضوا فصوص ديال الثوم بالبودره ديال الثوم. كذلك هنا عندي القليل من الفلفله خضراء. صراحه انا متوفرت ليش الحمراء. ملي كيكونوا جوج الالوان الخضراء والحمراء راه كتجي الوصفه المنظر ديالها رائع، ولكن انا اكتفيت هنا بالخضراء فقط. هنا عندي القليل من الزعتر او الاوريغانو اللي حكيته بين يدي، وكيبقى على حسب الرغبه، الا كتفضلوه ضيفوه، الا ما كتفضلوش استغناو عليه، ولكن انا بالنسبه لي هو مهم في الوصفه. كذلك هنايا عندي القليل من الزعتر، عفوا البزار، شويه ديال البزار. كذلك عندي هنايا 3 ديال القطع ديال الجبن المثلث اولا المربع حسب الرغبه، كيف ما كيمكن لكم تعوضوه بالجبن موتزاريلا او اي نوع ديال الجبنه متوفره عندكم. النصيحه اللي غنعطيكم هي ان الفلفله كيف ما كنعرفوا راها خضراء، خصنا نقطعوها رقيقه بزاف باش تنضج معنا بسرعه. هنا كنبداو نخلطوا غير بشويه بشويه باش ما كنحاول يعني داك الهواء اللي عندنا في العجين ما يضيعش، ما نفسدوش يعني باش يجيو زوينين. كنحاولوا نحركوا غير بشويه من تحت للفوق من تحت للفوق حتى كتنسجم لنا المقادير. هاد العجين ديالنا في الاول ملي يلاه كنصايبوه كيكون سائل شي شويه، ولكن من بعد ملي كيختمر كيف ما كتلاحظوا راه كيولي خاطر شي شويه، كيتقى القوام ديالو. هنايا بعد ما نسجموا لنا المقادير غندوزو باش نطيبوهم. غناخذوا مقلاة اللي سخناها من قبل حتى كتسخن مزيان. من بعد ملي كنبغيو نطيبوهم كنقصوا العافيه حتى كتولي عافيه مهيله جدا كيف ما كتشوفوا، باش ما يتخطفوناش ويتحمروا من برا ويتحرقوا هما من الداخل باقيين. النصيحه اللي غنعطيكم انهم ما يكونوش غليظين بزاف وما يكونوش رقيقين بزاف، لان الا كانوا غليظين غادي يطيبوا من برا ومن الداخل غادي يبقاو. لذلك حاولوا ما امكن يكونوا القوام ديالهم رقيق شي شويه، عاود ما ترقوهمش بزاف باش ما يجيوكمش خايبين. المهم كندهن كيما شفتوا المقلاة من بعد ما كتسخن، كندهن المقلاة ديالي بالزيت باش كتعاونهم في التحمير، وكنفرغ الخليط ديالي وكنحاول نساويه هكا بالملعقه، راه كيتساوى بسهوله. كيف ما قلت لكم النار كنأكد لكم انها تكون مهيله بزاف باش يجي الطياب ديالهم والتحميره ديالهم زوينه ويطيبوا لنا حتى من الداخل. كيف ما كتعرفوا الخضر راها باقا عندنا ما طيباش، اذا من الاحسن البوطه تكون قليله باش يطيبوا يعني المقادير او الحشوه اللي عندنا في العجين طيب مع العجينه. اذا دابا غادي نحاول نقلبها غير بشويه من الاطراف ونحاول عليها، لحقاش العجينه عندي طريه ورطبه، نحاول عليها شويه. راه كتقلب كيف ما كتشاهدوا غير بشويه كتقلب بسهوله وشتو التحميره اللي كتجي فيها رائعه. كناخذ شويه ديال الزيت وكنحاول ندهن لها الاطراف ديالها باش الجوانب حتى هما يجيو محمرين. اذا كنتسنى على الفطيره ديالي حتى كتبان لي تحمرت من الجانب الاخر وكنحيدها. كيف ما كتشوفوا كتجي التحميره ديالها رائعه، وبالخصوص كون كان عندي يعني الفلفل الالوان يعني الاصفر والاحمر كيجي المنظر ديالها رائع. انا ما توفرليش ما استعملتوش. كذلك في كل مره كنعاود ندهن المقلاة ديالي بالزيت وكنصب كميه اخرى من العجين وكنحاول نساويها غير بشويه في المقلاة ديالي غير بشويه المهل حتى كنقاد ليها الاطراف ديالها. غنستمر انا على هذا الشكل حتى نوجد الكميه اللي عندي كامله ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. الفطائر السائله ديالنا اللي درنا في المقلاة كيجيو على هذا الشكل، كيعطيوني 7 ديال الحبات. يعني كيبقى على حسب المقلاة ديالكم الحجم ديالها، ممكن نخرج لكم 8 حتى 10 الحبات. انا عطاتني 7 ديال الحبات. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي رطبه وطريه، يعني الصراحه رائعه. كنصحكم باش تجربوا الوصفه ما غتندموش، خصوصا انها ما كتاخذش بزاف ديال الوقت منا. كنقدمها لكم بالصحه والراحه. غنحل معكم واحد الوحيده باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي. كيف ما قلت لكم ما خصهاش تكون غليظه بزاف وما خصهاش تكون رقيقه باش داغي تنضج معكم. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كتجي عامره بالحشوه من الداخل، داك القطع ديال الفرماج ظاهره فيها من الداخل. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، وما تنساوش الا عجبتكم الوصفه ديروا لنا اشتراك ومتابعه ولايك.